السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير الفراولة بطريقة لذيذة جدا. طيب، اول مكون عندي طبعا هو الفراولة. جبت شوية من الفراولة وقطعتها، وبعدين عندي هنا الكريمة بتدي طعم حلو قوي، يعني من الاحسن ان احنا نحطها. وعندي اخر مكون هو اللبن. اجيب الفراولة واحطها في الخلاط. بعد ما حطيت الفراولة في الخلاط هبدأ ان انا احط لبن، وبعدين هحط الكريمة. ودلوقتي هبدأ اخلط الخليط بتاعي. وبعد ما خلطته كويس جدا هحط عسل. طبعا العسل ده حسب الرغبة، لو مش حابة مفيش مشكلة. بس كده عصير الفراولة بتاعي جاهز، طعمه لذيذ جدا. يا رب يكون عجبكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.